السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم سنة تانية إعدادي في قناتكم ذاكرلي أونلاين. إزيكم عاملين إيه؟ يا رب تكونوا بخير. بنكمل مع بعض سلسلة الأسئلة والمراجعات علشان نستعد لامتحانات الترم الأول 2024، وهنحل مع بعض النهاردة الامتحان رقم 1 في مادة اللغة الإنجليزية، واللي فيه أسئلة مهمة جدا جدا، فركزوا معايا يا شباب وكملوا الفيديو ده للنهاية. قبل ما نبدأ في حل الامتحان انزل ادعمنا بلايك للفيديو والاشتراك في القناة علشان تتابع كل فيديوهاتنا أول بأول. أول سؤال بيبقى معانا في الامتحان هو سؤال الليسننج. اسمعوا النص اللي هقوله ده كويس قوي علشان تجاوبوا على الأسئلة اللي عليه، وانصحك انك تقرأ الأسئلة في الأول في الامتحان قبل ما تسمع النص علشان تبقى عارف انت عايز ايه من النص بالظبط. النص بيقول In the past only rich children used to go to school. في الماضي الأطفال الأغنياء فقط هم اللي كانوا بيروحوا المدرسة. Children went to school at the age of 6. كانوا بيروحوا المدرسة في سن 6 سنوات. At home, children enjoyed playing games. في البيت كانوا بيستمتعوا باللعب. After the death of parents, بعد وفاة الوالدين, their sons take their houses. يعني الأبناء بياخدوا منازل الوالدين بعد وفاتهم. طب بيقول لك choose the correct answer. In the past, not children used to go to school. احنا قلنا ايه؟ في الماضي الأطفال الأغنياء بس، يبقى only rich. طيب children went to school at the age of. الأطفال بيروحوا المدرسة في عمر، طبعا هقول له 6 سنوات، الإجابة رقم 1. طب at home children enjoyed playing games ولا watching TV ولا sleeping ولا cooking؟ ها احنا سمعناها قلنا ايه؟ في المنزل الأطفال كانوا بيستمتعوا بممارسة الألعاب playing games. After parents died the houses were. لما الآباء بيموتوا البيوت بتروح لمين؟ بتروح لأبنائهم، يبقى هقول له where their sons، الإجابة رقم 1. بعد كده يا شباب هنتنقل لسؤال الديالوج أو المحادثة، وهي بعنوان خالد is asking علي about his father's job. خالد بيسأل علي عن وظيفة والده. هاي علي what's your father's job؟ طبعا علشان نعرف إجابة علي كانت إيه على السؤال ده هنبص في السطر الرابع اللي بيقولك إيه؟ He works in طنطا prep school. بيشتغل في مدرسة طنطا الإعدادية، يبقى أكيد وظيفة والد علي مدرس، يبقى هنا هكتب he is a teacher. خالد طبعا كمل وسأل علي سؤال كان رده زي ما قلنا إن والدي بيشتغل في مدرسة طنطا الإعدادية، يبقى سؤال خالد كان بيقول إيه؟ هو بيشتغل فين؟ Where does he work؟ خالد سأل علي سؤال كمان ورد علي عليه وقال له he teaches English. هو بيدرس مادة اللغة الإنجليزية، يبقى هقول له هنا إيه؟ Which subject does he teach؟ أي مادة هو بيدرسها. كمل خالد وسأل علي وقال له Do his peoples like him؟ يعني هل التلاميذ بتحبه؟ علي هيجاوبه يقول له بالتأكيد sure أو of course they do. بعد كده خالد سأله آخر سؤال وقال له Do you want to be a teacher like him؟ أنت عايز تطلع مدرس زيه؟ ممكن علي يقول له مثلا إيه؟ Yes I do. هنتنقل دلوقتي يا شباب لسؤال القطعة، ركزوا معايا قوي علشان هنترجمها كاملة وهنحل عليها بعض الأسئلة. I would like to write about an amazing meal I remember. عندنا واحد بيتكلم وبيقول أنا عايز أكتب عن وجبة مدهشة افتكرتها. I visited my cousins in Alexandria last Friday. أنا زرت ولاد عمي في اسكندرية الجمعة اللي فاتت. With my dad, mother and brother. مع أبويا وأمي وأخويا. They took us to the cafe for lunch. خدونا للكافيه علشان نتغدى. It was near the beach and it had big windows. الكافيه كان قريب من الشاطئ وليه شبابيك كبيرة. It was wonderful watching the clean water of the sea. كان من الرائع مشاهدة المياه بتاعة البحر النظيفة أو الصافية. I had my favorite meal chicken. أنا أخدت وجبتي المفضلة وهي الفراخ. It was delicious. كانت لذيذة. My family all had fish. كل عائلتي أكلوا سمك. We all liked our food. كلنا عجبنا الأكل. Then we all had Egyptian rice pudding. بعد كده طلبنا رز بلبن. There was not a lot of sugar in it and it was not too sweet or unhealthy. ما كانش فيه سكر كتير أو غير صحي. It was wonderful meal and I would like to visit this cafe again. كانت وجبة رائعة وأتمنى أزور الكافيه ده تاني. طيب خلونا دلوقتي يا شباب نجاوب الأسئلة اللي على القطعة. What is the main idea of the passage؟ إيه الفكرة الرئيسية في القطعة دي؟ ممكن أقوله مثلا Amazing meal in Alexandria cafe. أي عنوان مناسب وبيعبر عن القطعة هتبقى الإجابة الصحيحة. طيب where did they have lunch؟ هم خدوا الغدا بتاعهم فين؟ هقوله
at the cafe near the beach. خدوا الوجبة بتاعتهم أو الغداء في كافيه قريب من الشاطئ زي ما قال لي في القطعة. طيب بيقول لي why do you think the writer was happy؟ ليه بتعتقد إن الكاتب كان سعيد؟ ممكن أقوله مثلا لأنه تناول وجبته الرائعة أو وجبة رائعة because he had an amazing meal. طب بيقول لك choose the correct answer على نفس القطعة. the writer had نقط for lunch. الكاتب اتغدى إيه؟ اتغدى فيش ولا تشيكن ولا برجر ولا بيتزا؟ طبعا هو اتغدى تشيكن، هو الوحيد اللي كل تشيكن والباقي كلوا سمك. طيب بيقول لك the underlined word it refers to. في القطعة بيقول لك هنا they took us to the cafe for lunch. It was near the beach and it had big windows. يبقى هنا يقصد بيه it ايه؟ يقصد بيها الكافيه. طيب the opposite of the underlined word sweet is. عكس كلمة sweet يعني حلو جدا، عكسها طبعا مالح يعني salty. الإجابة رقم 4. بعد كده شباب معانا سؤال بيقولك choose the correct answer. I go to the baker's with my mother. نقط we always buy bread in the morning. دايما بنشتري خبز في الصباح. typically ولا carefully ولا daily ولا loudly؟ هختار طبعا daily يعني يوميا بروح مع والدتي عشان اشتري الخبز. طيب the skin of zebra is curly ولا lined ولا striped ولا sharp؟ طبعا جلد الحمار الوحشي مخطط، هقول له striped. الإجابة رقم 3. We need a computer engineer to نقط our computer because it doesn't work. طبعا احنا محتاجين مهندس كمبيوتر علشان يصلحه، يبقى repair. A نقط does experiments to study and find out about how things work. مين اللي بيعمل تجارب علشان يكتشف ازاي الاشياء بتعمل؟ هقوله طبعا ده العالم scientist. طب بيقولك علي fell off his bike and had a big knot on his arm. علي وقع من على الدراجة بتاعته وحصل له ايه؟ حصل له جرح في دراعه. يبقى هقول له هنا معنى cut on his arm. That's my sister. She is smiling نقط at the camera. بتبتسم بسعادة للكاميرا. يبقى هقول له ايه؟ she is smiling happily. الإجابة رقم 3. طب Egypt is نقط as Jordan. طبعا هقول له هنا Egypt is as hot. برافو عليكم as Jordan. طيب بيقول لك my brother works for a big oil نقط in the United Arab Emirates. أخويا بيشتغل في شركة نفط أو بترول كبيرة في الإمارات، يبقى for a big oil company. هالة is very نقط and leaves her toys all over the floor. هالة بتسيب ألعابها على الأرض على طول. يبقى هالة دي إيه؟ فوضوية ميسي. الإجابة رقم 2. My sister is a happy person always has a smile on her face. My sister is a happy person who always has a smile on her face. السؤال اللي معانا بعد كده بيقول لك complete the sentence with the correct form of the words in brackets. Don't run quick in street. طبعا quick هنا مش هتنفع، أقوله don't run quickly. لا تجري مسرعا في الشارع. بيقول لك the canal is not pollute than it was before. يبقى هقوله ايه؟ the canal is more pollute أكثر تلوثا من ذي قبل. طيب my favorite team win the match last Friday. طبعا ايه last Friday؟ يبقى هقول له ايه my favorite team won the match. my brother not do his homework now. طبعا now يبقى هقول له ايه my brother is doing his homework now. آخر سؤال يا شباب بيبقى معانا في الامتحان هو سؤال الرايتنج، وأنصحكم إنكم تدربوا نفسكم عليه كتير لأنه سؤال بيعتبر سهل جدا ودرجاته مضمونة. وبكده يكون خلص امتحان النهاردة. لو حابين إننا نعمل لكم امتحانات أكتر يا ريت تقولوا لنا في التعليقات. وفي النهاية ما تنساش تدعمنا بلايك ينفعنا ولا يضرك، واشترك في القناة علشان تتابع كل فيديوهاتنا أول بأول. سلام.